كنا النهارده بنعمل شوبينج ومره واحده لقيت هايدي واقفه وعماله تاخد من الحاجات المقاطعه، وللاسف الشديد ما تعرفش الحاجات دي كلها مقاطعه، فخدت الحاجات دي ورجعتها مكانها وقلت لها ولا تزعلي نفسك. خدتها وطلعنا على اللوران عند اسواق سعد، وزي ما كل حاجه بلا البديل برضه الصوصات بقى لها البديل. بس قبل ما اقول لك اسم المنتج او اي حاجه عن المنتجات دي، الناس دي بتعمل صوصات مختلفه عن اي حد تاني، زي مثلا بتاع الفرايد تشيكن. وبالمناسبه دي الناس دي اول ناس في مصر تعمل صوص الفرايد تشيكن. ونيجي بقى لاهم سؤال، اسم الصوصات دي ايه يا عم خالد؟ اسم الصوصات دي ميكس فريش. واحب اقول لكم ان الصوصات دي موجوده في كل مكان، سواء سوبر ماركت كبير او صغير، ومش واحد ولا اتنين، دول 8 صوصات. وبالنسبه للصوصات اللي عندهم صوص الفرايد تشيكن والجبنه الشيدر والتكساس، والاول مره في مصر عملوا لنا صوص الجبنه الكيري، وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان هم عندهم صوص الباربيكيو، وطبعا الرانش والسويت شيل. واخر حاجه بقى وركز معايا، عندهم نوعين كاتشب، واحد عادي وواحد سبايسي، والكاتشب بتاعهم ما فيهوش الوان صناعيه وبيكون لون الطماطم الطبيعي. وعايزه اقول لكم ان هم موجودين في اسكندريه كلها وقريب جدا في القاهره. واظن الرساله اللي كنت عايز اقدمها لك في اول فيديو وصلت لك، وشكرا للمقاطعه انها عرفتنا على صوصات زي دي. صدقوني كده وما تراجعوش ورايا، جمهوريه خالد فين هتتدلع يعني هتتدلع. ونسيت اقول لكم كمان ان هسيب لكم رقم تليفون عشان لو حابب تطلب